في الفيديو ده يا شباب ركزوا معايا عشان في الفيديو ده هيكون فيه انبهار رهيب جدا جدا جدا. تمام، من خلال الذكاء الاصطناعي. تعرف ان دلوقتي من خلال الذكاء الاصطناعي اللي انت تقدر تنشئ فيديو، يعني تنشئ فيديو عالمي. والله العظيم تقدر تنشئ فيديو بالفعل عالمي حرفيا، والفيديو ده هيخليك تبقى في مكانة تانية على اليوتيوب. ولكن برضو عشان تكون عارف في محتويات في المستقبل هتتدمر بسبب الذكاء الاصطناعي، وفي محتويات هتنجح بسبب الذكاء الاصطناعي. ليه؟ لأن الذكاء الاصطناعي هيخليك تنبهر بالفيديوهات اللي انت بتعملها. بس المشكلة ان في ناس شغالة في الانيميشن وشغالة في الجرافيك، تمام، اللي هم بيصمموا الجرافيك والانيميشن، الشخصيات الكرتونيه والكلام ده. تمام، فالناس دي هتتضر جامد جدا من الذكاء الاصطناعي، لان حضرتك مجرد لو كتبت نص كده هيبدا يصنع لك من خلاله فيديو. طب تعالى نتفرج على الشرح عملي افضل. يعني هتيجي هنا وهتكتب اوبن اي اي، اوبن اي اي بالشكل كده، هتختار اول عمليه بحث اللي هي دي. تمام، طيب احنا طبعا انا فاتحها من هنا اهوت. تمام، هنا بقول لك انشاء فيديو من النص هو نموذج للذكاء الاصطناعي، يمكنك انشاء مشاهده واقعيه صوره ومتخيله من تعليمات نصيه. يعني مجرد هتكتب نص هتبدا تعمل من خلاله فيديو. يعني الفيديو اللي قدامكم ده اللي بيتحرك ده معمول من خلال نص. طيب لو نزلنا كده يا شباب شوف الفيديو، تحس اصلا ان هو مش ذكاء اصطناعي خالص، يعني الفيديو واقعي 100%. تمام، تحس بقى ان في مخرج ومصمم وكاميرات حديثة جدا مصورة الفيديو. شايفين يعني حتى التفاصيل بتاع الشعر بتاع الوش، كل التفاصيل واضحة كأنها ما بص يعني حقيقي. يعني بص كأن فعلا دي شخصية ممثلة وبتتصور قدام الكاميرا او ماشية قدام الكاميرا. يعني شوفوا، يعني الفيديو ده معمول من الجملة دي. شايفين يعني الجملة دي اتكتبت، النص اللي خلى الفيديو ده اتعمل: مستعجلة امرأة أنيقة تسير في أحد الشوارع. زي ما انتم شايفين ده النص اتكتب اتعمل من خلاله فيديو. لو نزلنا كده بص، مستعجل لقطات تاريخية، دي لقطات تاريخية شوفوا متصورة ازاي، تحس ان كأن في طيارة بتصور والكلام ده كله. يعني هو كتب مستعجل لقطات تاريخية، فبص جاب له ايه، عمل له ايه، يعني حاجة فوق الخيال. يعني انت متخيل ده ذكاء اصطناعي؟ طيب لو جينا على الفيديو ده كده، شايفين الفيديو؟ بجد حاجة ممتازة جدا. شايفين هنا العين، مستعجل لقطة قريبة للغاية للعين، امرأة تبلغ من العمر 24 عام. ده النص اللي اتكتب فظهر له اهو. ده تحس انه ذكاء اصطناعي؟ لا، يعني بجد يعني انبهار. شايفين ادي الانيميشن، ده انيميشن اهو زي ما انتم شايفين او جرافيك. تمام، يعني ربنا يكون في عون الناس اللي هي بتشتغل او بتصمم الشخصيات الكرتونيه والكلام ده كله. بسبب الذكاء الاصطناعي كتب مستعجل راقصات ديسكو كرتونيه للكونغر. تمام، بصوا يعني كلمه واحده او نص انت بتكتبه بتقدر من خلاله تعمل فيديو. لو دخلنا هنا برضو تحس ان هو مش ذكاء اصطناعي، تحس ان في كاميرا بتصور من فوق. يعني شايفين ده ذكاء اصطناعي يا شباب. يعني بجد يعني انبهار يعني رهيب. شايفين يعني الله يكون في عون فعلا الناس اللي هي بتشتغل في تصميم الانيميشن. يعني انا لو انا مش عارف حتى اعمل فيديو على اليوتيوب، انا ممكن ادخل اكتب اي جمله في اوبن اي اي، هيبدا يصنع لي من النص اللي انا كتبته ده فيديو. فالفيديو ده اخده احطه عندي في القناه بتاعتي. ولكن طبعا احنا لحد دلوقتي مش عارفين هو في المستقبل هم بيطوروا الموقع، لان في المستقبل ان شاء الله ما تعرفش بقى هل هيكون مدفوع ولا مجاني، ولا هتكون حاجات مدفوعه وحاجات مجانيه، فاحنا لسه مش عارفين. شايفين الجمال يا شباب؟ والله العظيم بص جمال رائع، جمال رائع. ده حد يصدق ان ده ذكاء اصطناعي؟ يعني بص الذكاء الاصطناعي يعني احنا مش عارف احنا رايحين فين والله العظيم. يعني الواقع حرفيا مش عارف. يعني دلوقتي انا بدل ما اجيب حد يعمل لي فيديو كرتوني او مثلا
يصور لي فيديو. انا ممكن من خلال الذكاء الاصطناعي اوفر فلوس كتير جدا، وابدا ادخل على الذكاء الاصطناعي وابدا اكتب اي نص، تمام، يبدا يعمل لي من خلال النص ده فيديو. فلما الفيديو يتعمل يبقى انا وفرت مصور، وفرت لوكيشن، وفرت مصمم، وفرت مونتاج، وفرت اضاءه، وفرت ممثلين كمان، يعني وفرت حاجات كتير جدا بسبب الذكاء الاصطناعي. يعني انتوا شايفين الجمال؟ طب لو طلعنا كده هنجيب هنا، شايفين يا شباب؟ هنا بقول لك عاجل العديد من الحيوانات، ادي النص اللي اتكتب اتعمل من خلاله الفيديو ده. شايفين النص ده اتعمل من خلاله الفيديو ده. شوف الجمال والطبيعه، يعني بص تحس انه طبيعي اصلا. يعني الذكاء الاصطناعي تحس انه طبيعي. بص ما شاء الله، بص شايفين؟ مستعجل مقطع دعائي الفيلم يعرض مغامرات رجل فضاء. بص ودي مقطع دعائي اهو. شايفين التفاصيل يا جماعه في الذكاء الاصطناعي؟ والله العظيم احنا ما عارفين احنا هنروح فين. يعني في المحتويات ديت ناس منشئين محتوى على اليوتيوب هتنجح في المحتويات ديت من خلال الذكاء الاصطناعي، وفي ناس تاني الذكاء الاصطناعي ده هيجي عليها بالسلب. فالله يكون في عون الاثنين، اللي هينجح من خلال الذكاء الاصطناعي واللي هيتضر جدا من خلال الذكاء الاصطناعي لو هو بيعمل افلام او بيعمل حاجات زي كده او انيميشن او الجرافيك. تمام؟ شايفين الجرافيك يا شباب؟ شايفين الانيميشن؟ هنا بقول لك عاجل مشهد رسوم متحركه. طبعا الواحد الاول او المصمم بيبدا يدخل على ايه؟ على الاستليتور، بيبدا يرسم، بعد ما بيرسم بيدخل على الافتر افكتس، يبدا يحرك ويبدا يشتغل ويعمل مجهود عشان يقبض. انا كنت اعرف ناس زمان جدا الدقيقه في الانيميشن دي، الدقيقه الواحده كان بياخد فيها $1000. انت متخيل؟ دقيقه من شغل الانيميشن ده ب$1000. تعالى دلوقتي الذكاء الاصطناعي، يعني بص قال لك اهو اكتب بس نص زي كده، اكتب لي نص زي كده وانا هعمل لك من خلاله فيديو، وفيديو بالذكاء الاصطناعي. وبص تقدر تشتغل بالفيديوهات. حاجه عالميه يا شباب، والله العظيم حاجه عالميه، ربنا يسترها. يعني الذكاء الاصطناعي بص حاجات. شايفين الذكاء الاصطناعي؟ خلاص كده يعني هنقول ايه بس؟ شوف الفيديو ده. هنا بقول لك عاجل هذا لقطة مقربة للحمامة. شايفين يا شباب؟ شايفين التفاصيل بتاعتها؟ بصوا شكلها كده. في ناس كتير هتنجح على اليوتيوب من خلال الذكاء الاصطناعي، وفي ناس كتير هتتضر في منشئين المحتوى او صناع المحتوى من الذكاء الاصطناعي، والناس اللي هي شغاله اعمال حره فريلانسر، والناس كمان اللي هي بتصمم الانيميشن والجرافيك هم برضو هيتضروا من الحاجات دي. لان انا لو انا عايز اعمل فيديو بالذكاء الاصطناعي مجرد هدخل اكتب اي كلمه هيبدا يعمل لي فيديوهات. شايفين الجمال؟ هي السفينه دي ماشيه في ايه؟ في فنجان قهوه. يعني بص كاتب فنجان قهوه، بص مستعجل فيديو مقرب واقعي في فنجان قهوه والمركب ماشيه والكلام ده كله. ده بقى عاجل شاب في العشرينيات من العمر يجلس على قطعة من السحاب. شايفين؟ شاب قاعد على قطعة من السحاب، مجرد ان هو كتب جملة او كتب نص بالشكل ده، من خلال النص ده اتعمل منه فيديو. يعني احنا مش عارفين احنا رايحين فين يا شباب، والله العظيم. بس بصراحة يعني انا منبهر. يعني بص الحوار يعني كبير. المستقبل بصراحة هيكون حاجة تانية مختلفة خالص. فربنا يستر. احنا بعد كده كمنشئين محتوى هنقعد والذكاء الاصطناعي يشتغل. يعني ممكن مثلا يكتب مثلا نص يقول له اعمل لي شخص قاعد بيشرح ازاي تجيب ال1000 مشترك على اليوتيوب، يروح عامل له شخص وبيشرح وياخد الفيديو يرفعه على اليوتيوب. فاحنا كمنشئين محتوى ممكن نقعد في بيوتنا يعني وما نشتغلش على اليوتيوب تاني. فربنا يسترها يعني. تمام. بس بصراحة انبهار اوبن اي اي حاجه تحفه، حاجه بص يعني هتتطور في المستقبل وما نعرفش ايه اللي جاي لنا تاني يعني. بس هي التطور هيكون كويس جدا. ربنا يسترها. الذكاء الاصطناعي هيجي على ناس كتير جدا بالسلب، وهيجي على ناس كتير برضو بالايجابي. فربنا يسترها. تمام، سواء بالسلب او بالايجابي. فربنا يسترها في الحالتين. فحاجه انبهار رهيب. تمام. اتمنى بقى لو لسه ما اشتركتش في القناه ادخل اشترك في القناه وفعل زر الجرس على الكل. اشوفكم فيديو جديد. سلام عليكم.